أعزائي المتابعين، أهلا بكم. حين ننظر إلى ما يمر به بعض الناس من أزمات وابتلاءات قضاء وقدرا من الله، نجد المؤمن ثابتا، ليس مستسلما لوساوس الشيطان. نعم، يأتيه الشيطان ويوسوس له فيشعر بضيق ويشعر بخوف من المستقبل. إلى أين سأذهب؟ وما الحل؟ ومن سيساعدني؟ أين سأجد مأوى؟ أين سأجد طعاما؟ كيف سأفترق عن أحبتي؟ يخوفه الشيطان بهذا وبأكثر من هذا، لكنه حين يهجم مثل هذا الخوف عليه يعبد رب العالمين باليقين، فيدفعه هذا اليقين إلى الطمأنينة لربه والثقة به سبحانه وتعالى، والثقة في قضائه وقدره، وبأن سبحانه ولي العباد لا يضيعهم، وأنه يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم. فيكون التوحيد في قلبه دافعا لهذه المخاوف، فيدرك حينها أن يقينه بالله يقيه مكر الشياطين. انت عارف ان فيه واحد مركز معاك انت بس، وكل همه انك تضيع نفسك. من ده قلقتني، وازاي اقاومه واتغلب عليه؟ عدوك الحقيقي في الحياة هو إبليس وأعوانه، اللي توعدك أنت وكل ذرية سيدنا آدم بالسيطرة واتخاذ كل الطرق عشان يبعدك عن طريق ربنا. وهو ده شغله الشاغل بعد ما بقى ملعون، يعني بيشتغل معاك بكل ما أوتي من قوة. لازم كل واحد مننا يترصد لعدوه ويعرف أساليبه وإزاي بيستخدمها ضدنا وإزاي نعرف نقاومه. وده درسنا النهاردة بإذن الله تعالى. لازم تعرف أسلحة عدوك إيه بالظبط عشان تعرف ترد عليها وتقاومها إزاي. أنت في حالة حرب، وهتقول دلوقتي مداخل الشيطان وإزاي نقاوم كل واحدة منهم. دي حرب حياتك كلها، مقاومة الشيطان، تعطيل العمل الصالح. طبعا هيجيلك وسوسة بعدم أداء أي عمل صالح في صورة خاطر شر. وهنتكلم عن الصلاة كمثال لينا. بيجي الشيطان يقول لك مثلا نام بلاش صلاة، وده بيحصل مع كتير مننا خاصة في صلاة الفجر. يقول لك انت عندك شغل بدري عشان تصحى فايق، مع ان باقي نص ساعة على الفجر. او يقول لك انت تعبان ومجهد، يبقى صليه الصبح عادي. المهم ان هيجيب لك 1000 مبرر عشان تنام، وما تظبطش المنبه عشان تصحى. طريقة المقاومة: في 3 ثوابت في المقاومة مع كل مدخل من مداخل الشيطان، وهم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذكر الله، وإن دايما نفسك تبقى في حالة تأهب للعدو. أول ما يجيلك الخطر ده وانت عقلك الباطن مترصد ليه، تروح فورا مستعيذ بالله وتقول مثلا الله المعين واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. دي الطريقة الثابتة معانا. أما وسوسة الشيطان بتعطيل العمل الصالح، خاصة بعد ما تستعيذ وتذكر الله، ممكن نفسك اللي تعاند طبعا مش هتسكت، هتقوم انت تفكرها بأهمية الصلاة في وقتها، وإن ده ميعاد من ربنا ما ينفعش أتأخر عليه. وعلشان في موت وفي بعث وفي نار، تقوم نفسك تلين هي كمان وتعمل العمل الصالح بفضل الله عليك. نقول مثال تاني: ذكر الله مثلا. الشيطان يقول لك انت مش فاضي ومش هتركز في شغلك، تقوم انت تستعيذ وتذكر الله وتفهم نفسك أهمية الذكر، وإن اللي يعرض عن ذكر ربنا هيعيش عيشة ضنك. تقوم نفسك تلين
وتعرف تعمل العبادة. وهكذا في أي عمل صالح تاني. انت عرفت الطريقة خلاص. تاني مدخل من مداخل الشيطان وهو التسويف، اللي هو التأخير للعمل الصالح. من أشهر أساليب الشيطان اللي احنا بنقع فيها للأسف الشديد هو التأجيل. يعني مثلا هيقول لي خلاص من بكرة تبدأ التزام، أو لما تكبر هتبقى تنتظم في الصلاة. خلاص الأسبوع الجاي أبدأ أطلع صدقة. يا عم انت في أجازة، خليك فريش، ولما ترجع البيت ارجع التزم تاني وانتظم في الصلاة. طبعا كل يوم الموضوع ده بيلف علينا كلنا. طريقة المقاومة ايه بقى؟ الاستعاذة والذكر طبعا كالعادة، والتذكير بالموت هو الحل الخاص في التأجيل. انت ضامن تعيش لبكرة؟ طيب انت ضامن تنام وتصحى الصبح؟ انت مش شايف موت الشباب اللي بقى منتشر حوالينا؟ أزمة قلبية مفاجأة بدون أي مقدمات. يعني لازم تعمل حسابك إنك ممكن تقابل ربك في أي وقت. هل مستعد لكده؟ كفاية تأجيل. كله هيروح، وهتبقى لوحدك في مدفن مترين في متر. مش هيبقى ليك غير عملك الصالح ده. طيب قاومت الشيطان خلاص وهتعمل العمل الصالح، الشيطان هيسيبك في حالك؟ طبعا لا، ده انت شغلته. وبينا ندخل على مدخل الشيطان الثالث، التعجيل والإسراع في العمل الصالح. خلاص نويت تصلي، أول ما تدخل في الصلاة تلاقي وسوسة: يلا خلص بسرعة عشان الشغل هيبوظ، أو عشان تلحق الصفقة الفلانية. يلا انجز يلا انجز. عايز يضيع منك روح العبادة، وإن تقوم بالعمل بلا حضور مع الله. هتفقد لذة العبادة وتصبح مجرد عادة وحركات بنأديها. طريقة المقاومة ايه؟ طبعا بعد الاستعاذة والذكر هتبقى مترصد للشيطان وعارف ان هو اللي عايزك تعمل كده، فتقاوم الخاطر ده وتحاول تكون حاضر مع الله، وتطلب العون من الله المعين، وأن الحضور في الأعمال من أسباب قبولها. وانت محتاج ان ربنا يتقبل منك أعمالك. عملت العمل الصالح وعملته بتأني وحضور، الشيطان هيسيبك في حالك؟ طبعا لا، ده انت حياته. يدخل معاك من خلال طريقين أخدناهم في أمراض القلوب، والشيطان بيستغلهم ضدك ويشتغل عليهم: الرياء والكبر. أخدناهم بالتفصيل في أمراض القلوب، وهنقول باختصار هنا تاني. نبدأ بالرياء. هيقول لك الشيطان: طيب وانت رايح تعمل الصدقة ما تعملها قدام الناس عشان يعرفوا ان انت بتحب ربنا. وانت رايح تصلي تقعد تقابل فلان وفلان وتقول له على فكرة انا رايح الجامع، ده انا ما بسيبش فرض. ده بيكون خاطر من الشيطان، عايزك تنشغل برؤية الناس ويخلي اهتمامك بان الناس تشوفك على عبادك، يقلل إخلاصك لرب العالمين. المقاومة هتكون بتعظيم الله في قلوبنا، وسماع دروس عن أسماء الله الحسنى وقدرة الله تعالى، وتعرف إنك في الآخر هتتحاسب لوحدك أمام الله، وإن الناس مش هيفيدوك في حاجة يوم الحساب. نتكلم عن الكبر. الشيطان هيخليك تعجب بعملك الصالح وتحس بإن لك قيمة زيادة عن أي حد، وتفتكر خلاص إنك من أهل الجنة، وتبص للناس الغلابة على إنهم أقل منك، أو تبص على العاصي بعين الاحتقار. المقاومة طبعا بعد الاستعاذة والذكر.
لازم تكره الشعور ده جدا، وتقول لنفسك: هو مين اللي هداني إني أعمل الخير ده؟ أنسب الفضل لله عز وجل، هو اللي خلاك تعمل العمل الصالح. وهل انت ضامن ان عملك مقبول؟ لازم تخوف نفسك عشان تخلص في العبادة لله، وتعرف ان كله بفضل الله ونعمة من الله، وتقول دايما: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتتواضع لله، وتعرف إنك عبد لله، وإن اللي بتحتقره ده ممكن يكون أفضل منك عند ربنا 1000 مرة. طيب دلوقتي خلاص عملت العمل الصالح وما أجلتوش، وعملته بتأني وحضور مع الله بدون رياء ولا كبر. كده أنا في الأمان بقى. هو في أحسن من كده؟ تاني وعاشر: اوعى تفتكر إن الشيطان ممكن بيستسلم. بعد المرة دي هيدخل عليك بتفاصيل صغيرة، وتكون بداية فتنة كبيرة داخل نفسك بتسمى الدقائق. دي حاجات بقى للناس اللي بقالهم فترة ملتزمين، يدخل ليهم من مداخل دقيقة زي الأمثلة دي: تأجيل العمل الصالح بس باختلاف شوية. يقول لك مثلا: بلاش تطلع الصدقة دي، هيبقى في صدقة أفضل بعد كام يوم، استنى أحسن. الناس مثلا شايفة إنك راجل ضال مش على هدى، مع إنك بتصلي وبتعاملهم حلو. يقول لك الناس مش راضية عنك، ويربط رضا الناس عنك بإن عبادتك كده غلط. بتصلي الصلاة ومركز، يجي يقول لك: ابقى تصدق بعد الصلاة على فقير وانت خارج من الصلاة. ده برضه شيطان عايز يلهيك عن الخشوع في الصلاة، حتى لو بعمل صالح تعمله بعد كده. مفيش أدق من كده. نيجي لحاجة أخطر كمان: يلعب معاك في العقيدة، بيقول لك: يا عم مهما تعمل معروف، مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار؟ أعمالك مش هتفيد في حاجة، ده كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وده خطر جدا. المقاومة هنا هتكون باليقين بالله والثقة في الله، فالله العدل معاذ الله أن يظلم أحد، سبحانه المقسط. فلازم نعمل بإخلاص النية لله، ونحسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وننهي بقصة عن الإمام أحمد بن حنبل مع الشيطان. يروى عنه أن أثناء سكرات الموت كانوا بجانب الإمام يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، فوجدوا الإمام يقول: ليس بعد. فتفاجؤوا كيف الإمام لا يردد وراءهم الشهادة. فعندما أفاق قالوا له: ما لك؟ قال: تصور لي الشيطان ورأيت يعض على إصبعه ويقول: فلت مني يا ابن حنبل. فقلت له: ليس بعد، ليس بعد. فهنا الشيطان كان عايز الإمام أحمد بن حنبل يقع في العجب بنفسه، لكن الإمام رحمه الله مترصد للشيطان وعارف أساليبه. وده يوضح لنا قد إيه الشيطان ممكن يتلاعب بنا، بالذات لو ما نعرفش أساليبه ونقاومه بأسلحتنا. فأوصيكم ونفسي بالاستعاذة منه ودوام ذكر الله عز وجل. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونستعيذ بك من همزات الشياطين وإن يحضرون. كل يوم نتوي صفحة من صفحات عمرنا، وما بين صفحة وأخرى نودع أمانينا، أحلامنا، أفراحنا، أحزاننا، ما بين صفحة وأخرى.
أشخاص نقابلهم، نحبهم، نتعلق بهم، وأشخاص نودعهم لعلنا نلقاهم ذات يوم. ما بين صفحة وأخرى ننتظر على قارعة الطريق من يمسك بأيدينا، وما بين صفحة وأخرى أحبة ما زالوا ثابتين بحياتنا، وبين ثنايا هذه الصفحات ولا يبقى منا أو لنا إلا الذكريات. ضغوط ومصاعب الحياة ليست ضدك، بل هي لأجلك، لتدرك ما هي الحياة، لتفهم مواقف لم تكن تفهمها، لترى أشياء لم تكن تراها من قبل. كلما واجهت صدمات كلما نضجت، وأصبحت أكثر تماسكا وصلابة وقدرة على التحمل. فالصعوبات تعيد تشكيل الإنسان وبناؤه من جديد. لسنا بلا مشاعر، بلا قلب، بلا هوية، فمشاعرنا نقطة ضعفنا. لم نخلق بقلوب قاسية أو مشاعر من حجارة، ولا نملك تلك الرفاهية لنغير مشاعرنا بين ليلة وضحاها. تلك المشاعر التي تجعلنا نشعر بالآلام الحياة وأوجاعها ومرارتها وقسوتها على قلوبنا. لسنا بتلك القوة كما ترانا أو تسمعنا، فبداخلنا براكين تنطلق بيننا وبين أنفسنا في حجرتنا، في وحدتنا. هي أضعف وأقوى أن تخرج للعلن، لا نعلنها إلا لأنفسنا، فهي حبيسة بين الضلوع. وإذا خذلتنا يوما لا نعود، ولا نعود لنفس المكان مرة أخرى. فإذا أتيناك في لحظة ضعف فارفق بنا ولا تخذلنا، فإن تلك اللحظة إما نعود أقوياء، وإما تجعلنا نندم طول الوقت على تلك اللحظة. الدنيا مليانة وفيها كتير بيشيب، فيها نفوس تعبانة وصحاب ماشيها يخيب، وفيها بس قليل ناس بتداوي والطيب، ناس لسه محافظة على الأصول وعلى كل شيء طيب. دنيتنا دنيا العجايب، فيها اللي بيحبها ومتعلق فيها ودايب، وقليل اللي كارفها ومش عايز منها نايب. أصل عينه على آخرة رايح لها رايح، بيتمنى يخرج منها، خفيف الحمل تايب. وفيها اللي عقله مش رزين، اللي بيتقال عليه المخبول والخايب، اللي شايف قدامه سكة فيها خير ليه وناسه، وعشان تعبان أساسه ماشي في العوج وللصح مش حاسب. الدنيا مليانة وناس أحوالهم ياما، مليانة بالغرايب، فيها الكدابين وفيها المنفوخين على الفاضي والسايبين السايب في السايب، وفيها ناس مزيانة قلوبها فيها خير ياما، لكن الحسرة والندامة بيتقال عليهم طيبين وحالهم مش عاجب. وفيها ناس مش ناس، ناس ملهمش مالكة ومع غيرها مش سالكة، لدرجة تخليك تحتار ناس دول ولا تعالب. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة، إلى اللقاء.